زواج المرأة المسلمة من النصراني؟ لم يحصل هذا الأمر إلا من خلال وجود هؤلاء الناس في أماكن معينة، ربما يعني أدى إلى وجودهم في هذه الأماكن إلى الجهل العظيم أو إلى الضغوطات التي حدثت لهم من جهات معينة، مما أدى إلى حصول مثل هذا الأمر. طيب. ولكنه أمر مستنكر، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب، نصيحتكم للمرأة التي هي تحت النصراني حاليا، المرأة المسلمة الإريترية التي هي الآن تحت النصراني وقد أنجبت منه وهي على دينها كمسلمة ولا تزال تحت هذا النصراني الكافر، ما هي نصيحتكم لها؟ إن كانت تعتقد بدين الإسلام وأنها ثابتة على دينها، ينبغي لها أن تنفصل عنه فورا، ليس فيها مجال للمعالجة إلا الانفصال. لأنه حتى لو نظرنا أنه في عقد كما يزعمون، أن هذا عقد باطل.